لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك، وعلى الدماء السائلات بين يديك. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، سيما ظالمي فاطمة الزهراء سيدة العالمين، مكسورة الضلعين مسقطة الجنين ملطومة العين. يا من إذا عدت فضائل غيره رجحت فضائله، وكان الأفضل إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال، وفضل إن يحسدوك على علاك، فإنما متسافل الدرجات يحسد من علاه. إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات. عثرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة يا علي، وبردك الشمس المنيرة، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت يا علي، وبليلة نحو المدائن قاصدا، فيها لسلمان بعثت مغسلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت، وقد شهدت برجعتها الملا، وبليلة نحو المدائن قاصدا، فيها لسلمان بعثت مغسلا، أمخاطب الذوبان في فلواتها، ومكلم الأموات في رمس البلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلاء. شلون مطروح؟ قال عريان يكسو الصعيد ملابسا، أفدي مسلوب اللباس مسربلا، ولصدري تطوي الخيول، ولصدره تطوي الخيول، وطالما بسريره جبريل
كان موكلا. اسمع هالكلام هذا يقول له شهر عن سلمان وتعنيته، حسين يمك ليش ما حضريت؟ انت لله داعيت حق ودليل، وللنبي غيرك أبد ما يصح مثيل، وانت البردت نار الخليل، يفور قلب حسين ما بخيت. يا علي انت جنت الله وناره والحساب، وانت حاميم الهدى وذاك الكتاب، وانت الترجم الموسى الجواب، ليش صاح حسين ما سمعت؟ يعني أنا صوت ما عندي، اسمع الكلمات، أقرأ لك كلمات وانت مؤمن الكلمة توجعك أدري. يقول له يا علي يا منيع الجار، يا عز الذليل، يا مطوع الجان، يا حامد دخيل، شلون صبرك وانت تنظر للعليل مقيد ومجتوف ما فكيته؟ يا علي يا علي، سامحني يا أمير المؤمنين، يا علي وانت حلال المشاكل من تضيج، وانت ما يبعد عن حصانك طريق، وانت حكم النار بيدك والحريج بالمخيم واج ما طفيته. يا علي يا علي، والشبيرة اللي تشب نار القلب ممشى زينب والحرم ويا الغروب، الشبيرة اللي تشب نار القلب ممشى زينب والحرم ويا الغروب، الشبيرة اللي تشب الليلة زينب بالكوفة نار القلب ممشى زينب والحرم ويا الغرب، جمعة الحورة وشمر كلش صعب، جمعة الحورة وشمر كلش صعب، وشتم زينب للشمر عديته، تقول أنا مشيت درب الما مشيته، وذباح خيره فقد، أنا مشيت درب الما مشيته، وذباح خيره فقدته، ومن جلة الوالي نخيته. شنو نخيتي سيدتي زينب؟ ايش قلتي له؟ قالت يا جمال مرني على احبابي يا جمال، تقول له مرني على احبابي يا جمال، من اشوفهم يبرد الدلال. الأمر لله وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والعاقبة للمتقين. نوروا قلوبنا بذكر محمد وآل محمد. قال مولانا وسيدنا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إن في صاحب هذا الأمر سننا من الأنبياء عليهم السلام، سنة من موسى بن عمران، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد.
وأما سنة يوسف فالستر يجعل الله بينه وبين الخلق حجابا يرونه ولا يعرفونه. كانت هذه الآية في هذه الليلة للتبرك لمن حضر ليلة أمس حول الإسقاطات من قصة نبي الله يوسف عليه السلام على غيبة مولانا صاحب العصر أرواحنا فداه، وهو الاستفادة من القصص الأنبياء السابقين، الاستفادة من قصص المرسلين، الاستفادة من قصص الأولياء والأوصياء. شوفوا أهل البيت ما تركوا شيء إلا وأقاموا الحجة. ما يصير الإمام يغيب عن المأمومين ولا يترك لهم حبال معرفة ولا يترك لهم وسائط معرفية، لازم يترك هذه الوسائط يعرفها العلماء يعرفها الناس، ولن تجدها إلا في القرآن الكريم الذي واقعا هو عبارة عن حكاية لكل الأمم السابقة ونقلة لما وقع فيهم أنه سيقع في هذه الأمة وسيقع في أمة النبي وسيقع في أولاد النبي وفي خلفائه. يجب أن يلتفت الإنسان لهذا. اثنين، أن يوازن بين فهمه للقرآن الكريم وبين اطلاعه في الروايات. ما يصير يجيب علم خارجي بعيد عن الروايات وبعيد عن القرآن ويقول يلا. ما يصير تجيب تفاصيل النبوة، تفاصيل المعاد، تفاصيل الإمامة، تفاصيل التوحيد، هذه الأمور الباطنية ما تأخذها من غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ما تأخذها من غير القرآن الكريم. هاي التفاصيل كلها مذكورة في تراث أهل البيت سلام الله عليهم، مذكورة في أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم. إذا أخذت عنهم فأنت بالله أعرف، إذا أخذتهم فأنت من الله أخوف، إذا أخذت عنهم فأنت إلى الله أقرب. لم يقم الله في هذا الوجود لسانا له إلا أهل بيت العصمة سلام الله عليهم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المظهرون لقدرتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك أعضاد لا فرق بينك وبينها، لا تعطيل لا يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدوها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، حتى بهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هذا أهل البيت سلام الله عليهم، هذا الداعية تعلمك أئمتك شنو. يجي واحد يقول لك لا ما في أهل البيت. شنو ما في أهل البيت؟ منين تعرف أنت دينك وتوحيدك؟ أصول دينك منين تأخذهم؟ منين تجيب؟ ابنك من يسألك عن النبوة والمعاد والإمامة والتوحيد والعدل، من وين بتجيب له أجوبة؟ إن شاء الله بتجيب له من عقلك ولا من عقل غيرك. ابنك كون تقول له قال الإمام الصادق قال الإمام الباقر، ماكو غير هالحكي. ما يصير تجيب من غير أهل البيت، ما يصير، جدا مو مقبول هذا. احنا ليش؟ لأن في اتباعهم شرف الانتساب. فمن تبعني فإنه مني. شلون بتتبع آل محمد وانت ما تقرأ رواياتهم؟ أنا أتعجب. ما يصير يا جماعة، ما يبي لها واحد اثنين ذي بعد. والله أنا تابع لأهل البيت والروايات ما في. زين حسبنا كتاب الله أجلكم الله بصير خارجي، يعني خوارج انت وجل. إذا القرآن وعقلك هذا الخوارج بالضبط نفس الشيء. الخوارج قالوا حق علي بن ابي طالب رحمه الله ديك ما يبي منك شيء، خلاص اقعد محلك، حسبنا كتاب الله. معادل ولا لا؟ ما يصير. القرآن لازم روايات. إنهما لن يفترقا لا ماديا ولا معنويا ولا ظاهريا ولا باطنيا ولا علويا ولا سفليا ولا نورانيا ولا بشريا، ولا ما يختلفون في كل العوالم. إنهما لن يفترقا، لن يفترقا. اللي في مخه يفرق بين القرآن والعترة هذا ذنب مخالف للنبي صلى الله عليه وآله. نفس الشيء، ما دعا القرآن إلى شيء إلا دعت إليه روايات مفصلة، وما نهى القرآن عن شيء إلا نهت عنه الروايات مفصلة. زين، هذه الرواية سمعتوها عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يبين
أنه سنة من يوسف وهي غيبته، يعني إذا تريد تتفرس وتتعرف على غيبة إمامك تمعن في غيبة يوسف، وابدأ أسقطها ووازن بين الروايات حتى تعرف وضعك في الغيبة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لي أن الإمام سلام الله عليه يظهر نفسه لناس ويخفي نفسه عن آخرين. هذا وقع في الأئمة اللي سبقوا الإمام سلام الله عليه في مواقف متعددة. وجبت لك مثال النبي صلى الله عليه وآله لما طلع وبات علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين في فراشه، طلع من البيت وذلك موجودين صح ولا لا؟ تقريبا 40 واحد كانوا يبون يذبحونه، فمر النبي من يمهم، سنة وشيعة يقولون، ولا شافوا، وكان يتلو قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا فما شافوا، بينما غيره يعني اللي وياه مثلا كان يشوفه، الإمام علي سلام الله عليه كان يشوفه، أما ذلين ما يشوفونه. إذن النبي سواها، إذا سواها يعني الأئمة يسوونها. زين أئمة غير النبي صلى الله عليه وآله سواها، علي بن أبي طالب هم سواها، الإمام الصادق سلام الله عليه هم سواها كثير. يعني الإمام الصادق هنا رواية في مختصر البصار أجيبها للتبرك، يقول واحد من أصحابه يقول كنت معاوية بن وهب، يقول هذا من الطيبين، يعني لا شوية بعض الناس من يسمع هيك اسم على طول اصبر يا معود اصبر اكو مسكين شاب بن الحكم ذاك اليوم راح فيها، قلت لهم قال يا شاب بن الحكم، قام يصك فيه من فوق ومن تحت، قلت له معود اصبر، هذا ترى من صاحب الامام، هذا مؤمن خير يروى احاديث عالم. فمعاوية عليه رضوان الله هذا عنده رواية في فضائل زوار الحسين سلام الله عليه، اللهم اغفر لتلك الوجوه التي تتقلب على حفرة جدي الحسين سلام الله على قبر الحسين. يقول معاوية أنا طالع وين الإمام الصادق بالسوق، الإمام الصادق وبن وهب بالسوق، يقول نتمشى، فد مرة فسجد الإمام الصادق، يقول أنا أمشي وياه في السوق يسجد ويطول بعد، زين يقول يعني وقفت متورط ما ايش اسوي، خلص رفع راسه، قلت له سيدي شو صاير وسجدت؟ ورطتني. قال له ذكرت نعم الله علي فسجدت. قال له في السوق؟ قال له اي في السوق؟ قال له الناس تذهب وتجيء. قال له لم يرني احد، انا ويا ربي ماني وياهم، انا انت بس شفتني، انا اظهرت نفسي لك وسجدت لله ولا يراني غيرك في هذه الوضعية. إذن الأئمة سلام الله عليهم يظهرون أنفسهم يخفون أنفسهم، وليس هناك مانع أن يظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف نفسه لمن يريد هو أن يظهر نفسه له. وهذا الرأي قلت لك أنا موجود بالروايات. قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه للقائم غيبتان، هذه هدية بعطيكم إياها الحين كل واحد يلزمها بيده. للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. صلوا على النبي. ما راح أشرح ولا راح أتفلسف، عرب ونفتهم، كلام واضح، النظرية معصوم قايلها، الرواية معتبرة. للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، والتعبير مو من عندي من المصدر. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. اللهم اجعلنا من خاصة مواليه، بكيف ويانا وبكيفنا وياه، رضينا بكم شيعة ورضيتم بنا أئمة. زين النقطة الأخيرة شوية نظرة في دعاء زمن الغيبة، تأمل بسيط دقائق. وأنا قبل كان المفروض أول شيء أعتذر عن التأخير، اليوم 20 دقيقة التأخير كان، عبرت من نقطة التفتيش هذه مالت عنج وصادتني اليوم خوش صيدة، وقفت فيها ربع ساعة بالضبط على ما سمحوا لنا نعوف، فأنا آسف جدا على التأخير. إن شاء الله ونص أقفل إن شاء الله، حتى كالعادة يعني تذهبون إلى المجالس حسينية سلام الله عليه. زين في دعاء عهد السلام عليك أيها العلم المنصوب، هذه زيارة آل ياسين، عدري ولا؟ زين حافظيها لو مو حافظيها؟ قاريها لو لا؟ زين احنا نسمعها، خلينا نشوف اليوم شلون نسمعها. زين
السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع. شنو يعني صاحب المرأة والمسمع؟ يعني تقول السلام عليك يا أبو أذان وأبو عيون؟ لو شو قاعد تقول له أنت؟ قاعد تقول له يا مولاي لا يوجد صوت مسموع ولا منظور من العرش الأعلى من كل ما دخل في ملك الله إلا وأنت تنظر إليه وتسمعه. الذي بعين الله مواثيقه. يعني إذا أكو واحد مسوي بينك وبين عهد يا الإمام الحجة، منو اللي يراقب العهد ويشرف عليه؟ الله. هذا الإمام الثاني عشر هو الله بنفسه قاعد يشرف على علاقتك بإمامك مباشرة. وهذا الله لا تأخذه سنة ولا نوم. انتبه روحك ويا الإمام الحجة، ابحث عما يقربك إليه. ترى هذا يوم القيامة الإمام الحجة ما بيقول لك قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم. انتهى الموضوع. الله يوم القيامة هو المشرف، كما يشرف عليك في ولاية أمير المؤمنين في ولاية الإمام الحجة يشرف عليك. انتبه يوم القيامة بس واحد يجي مو موالي الله وكل شغل ما عدى وياه ويجي بدون ولاية، كل شغل ما عدى وياه، شو يسوي فيك؟ ايش تبي جاي؟ يلا أنا خلقت أوادم موالين علي بن أبي طالب، جيبوهم نتفاهم وياهم، صلاتهم صيامهم، كاذب صادق فاسق مؤمن، نشوف يصلح ما يترقع ما يترقع، جيبه. أنت جاي بدون ولاية شو أسوي لك؟ دعا يا عمي، دعا 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 دعا، ماكو مجال يوقف أصلا، ما في تفاهم، زمراء ماكو، بلوى ولاية. هو الإمام الحجة الشكل زين. وبيد الله عهوده، إذا عاهدت إمامك ترى معاهد الله. وبقدرة الله سلطانه، إذا الإمام يا البعيد يغضب عليك ترى الغضب اللي نازل عليك قدرة إلهية، مو واحد يقول اللهم أهلك فلان، ماكو هذا، الله منزل عليك بلوى، الله يجيرنا. زين شوف هذا الدعاء، هذا المعصوم شلون يتكلم مع الإمام الحجة بأي نوع من آداب الألفاظ العربية، كرئيس قبيلة مثلا، كقائد أمة إسلامية مثلا، كزعيم، كخليفة للنبي. نبي نستخدم يعني أول إذا دخلوا على خليفة النبي يعني الدولة الأموية والعباسية يقولون له السلام عليك يا أمير المؤمنين، هذا أكبر شيء، صح؟ أكبر شيء. يعني إذا بينفخ اللي قدامه يقول له يا أمير المؤمنين، ولا إذا بعد مرة واحدة بطلعة مرة واحدة خليفة رسول الله يقول له. زين خلي يشوف هذا دعاء هذا زيارة آل ياسين كيف يتكلم مع الإمام، يقول له أنت الحليم. الله إمام، لو شاعر مسكين على المنصة يقول أنت الحليم قالوا له اسكت، اسماء الله الحسنى، من هي اسماء الله الحسنى؟ محمد وآل محمد اسماء الله الحسنى، نحن اسماء الله الحسنى، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا المعصوم يقول له أنت الحليم الذي لا تعجله المعصية. ذمتك هذا اللفظ ريحته ريحة شنو؟ ما راح أشرح، أخاف شوية يصير عندي انحراف ولا يصير عندي شطحة، كيفكم أنتم سمعوا فهموا. والكريم الذي لا تبخله الحفيظة، يعني عطيتني أو ما عطيتني أنت كريم، كريم في عطائك وكريم في منعك، لأن عطائك لحكمة ومنعك لحكمة. يحكي مع منو قاعد؟ مع منو يحكي؟ مع إمام الحجة يحكي. والعالم الذي لا تجهله الحمية، ما تطلع إلا بأمر الله، ما يستنهضوك ما تطلع، خلي يقولوا اللي يقولوا، خلي يجرحوا اللي، خلي الشعراء تكتب بدل 1400 سنة 1400 مليون سنة، ما تطلع إلا بأمر الله. مجاهدتك في الله، الله 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 الله، مجاهدتك في الله ذات مشيئة الله. خسف بالبيدة ما عنده هذا إذا طلع في الجهاد مشيئة رب العالمين تتقدمه. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، يوم قام الإمام الحسن يخطب خطبة صغيرة بعد الدفن، إيش قال؟ قال لقد دفنتم اليوم رجلا
كان إذا حمل اللواء وتقدم نزل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله. أعطوني واحد إذا راح حرب ينزل جبرائيل وميكائيل، ما عندهم شغل ذولا؟ شنو ذولا أهل البيت؟ شنو ذولا؟ مجاهدتك في الله ذات مشيئة الله، ومقارعتك في الله ذات انتقام الله. يقول له أنت يا إمام الحجة اللي تحاربه أشد عذاب من الله على أعدائه سيفك وبطشك. يتمنوا ما انخلقوا ذاك اليوم. إذا كان يوم عاشر 70 نفر خلوا عمر بن سعد يصيح الويل، اهلك يبغى يفتك، ما خل صغير ولا كبير ولا ب 12 سنة ولا مرة ولا رجال، الكل قاتل، دمروهم تدمير لولا مشيئة الله في ذلك اليوم. كيف بالإمام الحجة سلام الله عليه الذي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت، شلون بيكون بطشة؟ زين. ومقارعتك في الله ذات انتقام الله، وصبرك في الله ذو أنات الله. صبر الإمام الحجة يتجلى فيه أنات الله تبارك وتعالى. بصبره تصب رحمة الله على المستغفرين والمرحومين. وشكرك لله ذو مزيد الله ورحمته أو ورحمته. كلما شكر الإمام الحجة رب العالمين يغدق على العباد كرامة، بس لأن الإمام شكره سلام الله. احنا نتبرك ونعيش وتزداد نعماؤنا وخيرنا ببركات شكر الإمام الحجة لله تبارك وتعالى. كل ما زاد خيرك اعرف الإمام الحجة هذا آثاره. دعاء العهد في كلمة يقول وكحل ناظري حلو بنظرة مني إليه، هاي نرادلها صلوات عشان نختم. اللهم صل وسلم على محمد. شوية أدري تعبت مخك شوية، ركز. دعاء العهد مذكور بمفاتيح الجنان شيخ عباس القمي، خليه بيه. زين. ايش مكتوب؟ دعاء يدعى به في زمن الغيبة. غيبة لو ظهور؟ غيبة. احنا حين غيبة لو ظهور؟ غيبة. إذا هو في زمن الغيبة شلون تقول وكحل ناظري بنظرة مني إليه؟ لو قصد بعد الظهور كان قال وكحل ناظري بنظرة مني إليه بعد ظهوره. أما تقول لي وكحل ناظري بنظرة مني إليه، تعال وش قصدك؟ يعني أكو ناس يشوفوا له ما أكو. إذا أراد هو مو إذا أردنا نحن. انتبه، من ادعى الرؤية فكذبوه. أنا شفت شذاب من صوت عينك، لكن لو اختارني الإمام لكي ينظر إلي وأكون مسارعا في قضاء حوائجه وشافني ثقيل وعاقل يختارني. وين هذا اللي تتوفر فيه الشروط؟ الإمام يريد مجتمع هالشكل في زمن الغيبة يوفر على مستوى الفرد والمجتمع شروط قبوله. اللهم اجعلنا من المقبولين عنده، اجعل ذنوبنا به مغفورة ورزقنا به كذا، واجعل ويسر به عسرنا. ليش كل هذا؟ لأن هذه كلها حواجز. يا رب نريد مجتمع رافع تلك الحواجز بينه وبين إمامه، بينه وبين إمام زمانه. الفتنة يتركها. تارك للخلاف عليكم من صفات المؤمن إن تارك الخلاف. أنا وأشكالي ندور الهوشة نروح فيها، نشوف ماكو اثنين يتهاوشون على أهل البيت لازم انهم يطلعوا قال هاي شكل ويسوي طلابه. هذا أمر يباعد بيننا وبين صاحب الأمر. أرجو أن أكون اختصرت في هذه الكلمات القليلة سنين ضوئية بيننا وبين الإمام سلام الله عليه. إذا عاشت هذه الفكرة كل فرد شيعي عاش بها، والله العظيم تأكلون الخير ونأكل الخير من فوقنا ومن تحتنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وش نسوي فيهم؟ لأنزلنا عليهم مو زرع ومطار، أنزلنا عليهم بركات من السماء. ما حد يروح شغل، ما حد يشتغل، بيتك يجيك خيرك، بس شرط إيمان يعني ولاية علي ومعرفة علي
وتقوى، يعني تتقي ما يغضب الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من المحبين ومن المحبوبين ومن المريدين ومن المرادين، واجعل قلب إمامنا راضيا عنا. اللهم اجعلنا من الذين يسقيهم بكفه في الدنيا والآخرة كأسا ريا رويا لا نظمأ بعده أبدا. وبلغنا نتسمع وياه على الحسين سلام الله عليه. شلون من يحضر مجالس هذا الإمام الحجة غريب، ما أدري شلون إذا هو يقول ولا أبكينك بدل الدموع دما ولا أندبنك صباحا ومساء حتى أموت بغصة الاكتئاب لوعة تعال وش تدري أنت يا مولاي يا صاحب الزمان؟ ما أدري وش يدري هذا، إحنا ما ندري وش يدري، بس عندنا واحد لا مباشر هو موجود مباشر، هذا يدري وبالتالي لا تلومه إذا ظل يصيح 30-40 سنة. يقول لزينب عمه، قالت له نعم، قال جمعت أوصال والدي وصلة وصلة جمعت أبوي. يا صاحب الزمان من جاب زين العابدين قلب الحسين أنت وياه لو لا؟ يا صاحب الزمان من أقبل الإمام السجاد وفي يده خنصر مقطوع أنت يمه لو لا؟ يا صاحب الزمان من رجع وعند السهم المثلث في بقايا ثلث كبد الحسين أنت وياه لو لا؟ يا صاحب الزمان يقول مشيت فرسخين وجئت بشيء من بدن أبي الحسين. قال يا بني أسد هل عندكم من بارية؟ قال ما تصنع؟ قال أجمع بها أوصال والدي. فرشوا له البارية فقام يجمع أوصال أبوه حتى جمع الجسد الشريف وطوى البارية. قال احفروها هنا فحفروا، فلما أراد أن ينزلها قيل له هل نعينك يا ابن رسول الله؟ قال كلا إن معي من يعينني. الله أعلم عاد، لأن يقولوا أن الإمام يعني وراجع وراي تشوف، يقول لك الإمام السجاد لما جمع في البارية تأخر إلى الخلف يعني وخلى جهة النحر يشيله. ما أدري من هذا اللي يتقدم على السجاد منه اللي أفضل من السجاد، ما أدري. أنت تدري مؤمن وقلبك مملوء بالإيمان والنور تعرف، ما أدري. تقدم يقولون وإذا بجهة النحر الشريف رفعت، يقول فرفع هو جهة الأقدام. زين سووا لنا شوية تشييع يلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي. زين بتقولوا هلا اللي بعدها ما بتقولوها؟ بتقولوا هذا ما وعد الله؟ لا أنا ما أقولها. الله وعد الإنسان، الله يتوفى الأنفس، مو يقطعها بالسيوف يخليها لحم تحت الخيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لا الحسين مطحون صدره بعظمه مطحون، والله حنى ظهره اعلبوا حسين، والله يعلم بحاله. بدال الجفان والتابوت لف بارية وشاله، ولم الجسد المقطع يا ويله وجمع أوصاله. هلا بيك هلا. وشاله ونزله بقبره وقلبه من جسم نصين. لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها يما والجسد. يلا هذا التشيع، هذا الزهرة تجي. هذا الجسد وين الراس؟ راس أحلى الرمح. وحسينا أنزلت تلك البارية في الحفيرة الطاهرة، حفر عند القدمين ومشى يقولون حتى وصل إلى جنازة شاب مقطعة، لكن من قرب منها انتشع على كتر ما قدر يوقف.
شوية توكى على عصا، شوية خلى ايده على ظهره. قلنا له ايش بيك من جيت لها الجنازة انكسر ظهرك؟ قال يا بني سد حطوا الاكبر يم ابوه، هذا اخوي حزام ظهري وانا اخوه، هذا اخوي يكسر ظهري هذا. يا بني سد حطوا الاكبر يم ابوه، هذا اخوي حزام ظهري وانا اخوه، هذا المغبر وجول حاربه. ما ادري شلون دفن الاكبر، كومة لحم مفري، عظامه مفريه ولحمه مفري من كثر الضرب، نزله باللحد نزله وقام يتمشى. قال لهم حفرنا حفير الساع، دفن بيها حبيب البيت روط القاع، ودفن حفر حفرة دفن 70 بيها سباع، و17 يوم الكون معلومة دفن الأنصار، وجعل معهم القاسم وأشرج عليهم الحفرة وأهال عليهم التراب، كتب أسماءهم وعلم بني أسد. هنا النوب التفت قال لهم بعد واحد جزانا وفات، قالوا لبطل مرمي على المسنات، راح واجا يمه يجذب الحسرات، يا من سوق الحرايب مرخص السومه. ترى هالهيجان مو بس انت يوم سمعت العباس هجت، لا حتى السجاد يقولون من جينا قلنا له ندفن، قال لا. نجمع اوصاله، قال لا. وش بتسوي؟ قال بشكي له اصبروا. يقول له يا عمي عقب غينك يسرون اعداك، يا عمي يا عمي عقب عينك يسرون اعداك، ما انساك طول العمر ما انساك. يقول له دنهاض دنهاض يا عم وشوف قيدي والجامع الور مجيدي، يا عمي يا عمي عمتي زينب سبوها، وعقبك على الهزة رتبوها، يرتبوها سبوها وعلى الهزة رتبوها، ومن تحن بالصوت ضربوها، يا عم ضربوها وشتموا الزكية وشتموا ابوها. اجركم الله جمع اوصال عمه، يقال ولفه هو الاخر في بارية وانزلها في لحدها، كتب الاسماء وعلمهم. قال حق بني اسد شوفوا اي واحد يجي هنا علموه. قالوا له شن علمه؟ قال تعال. قال الراوي فخط باصبعه الشريف على قبر الحسين، هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا مظلوما غريبا. آجركم الله. ثم عاد إلى خربة الكوفة ودخل فأحطن بالنساء، وريح قبر الحسين تفوح من جوانبه وثيابه، حتى أقبلت العقيلة زينب، طبعا لها الفضل على النساء، فضمته لصدرها. قالت أين كنت؟ قال عم فرغت الساعة من دفن والدي. قالت 3 أيام بالشمس. قال لها الطير تظلله والوحوش تحرسه والريح تكفنه. قالت زين العابدين عندي سؤال. قال سل يا عم. قالت يا عم يا عم شلون جرح بالقلب كان، يا عم شلون جرح بالقلب كان، مضمد من دفنت له على خزان. قال لها دفنت حسين عاريان.
يا عم بارية جمعت جثته وعن الثرى جسم ابوي شلته مقطع وصل يا عمه شفته مخضب بدمه ما عرفت يا عم ما عرفت دفنت بلا يا راس يا عم دفنت. لما سمعت زينب أسألكم الدعاء نادت بالله أنشدك ما شربت يا دفان بخيت قلبه يا دفان حسين عطشان بالله يا دفان انشدك رد عليا عطشان اخيله شراب قطرة مياه حين الدفنت كان رشيت البنيه بل ترد روحه تراه ما تلفان. ما ارخص واحد يسكت ختام المجلس هذا بالله يا حفار القبر وسع باب قبره يا سامل بقلبه من تجرب راح جره ونزل بهيده ترى مكسور صدره لما وقع لعبت على الخيل ميدان بالله يا حفار القبر وسع مكانه وبهداي عن راس القلب دشل عزان قل له وخيتك سبعته مذله ومهان تقل له خويا انا وين وطبت الدواوين وانا مخدرات عباس وحزين خويا يضربوني من ابكي وتهمل العين يضربوني من ابكي وتهمل العين. هذا البيت زينب بالكوفة تقول لاخويا علي طبت الديوان كلفة اطبه وقبل ما كنت اعرفه يا اخو. ومن بلدة تسبى إلى شر بلدة ومن ظالم عجل اللهم لوليك الفرج والنصر والعافية والتأييد والتمكين. جماعتي الحاضرين والمستمعين والمؤسسين احفظهم فردا فردا يسر مطالبهم أهلك أعداءهم اكشف همومهم فرج غمومهم فك أسراهم رد غرباهم أوسع أرزاقهم بلغنا كربلاء. اللهم أيد كل حماة ديننا واحفظ كل علمائنا الأعلام العاملين خصوصا سماحة الشيخ الحجة الشيخ حسين عمران أدم عليه الصحة والعافية متعنا بطول بقاء وكذا كل مشايخنا وعلمائنا. اللهم احفظ كل مراجعنا العظام في مشارق الدنيا ومغاربها. اللهم أهلك عدو أمير المؤمنين هلاكا عاجلا. اللهم بلغنا كربلاء وأهلك من أراد سوءا بزوار الحسين. أخواني القراءة إن شاء الله في ليالي الوفيات إن شاء الله في الساعة 8 إن شاء الله مجالس الحسينية ليالي الوفيات مناسبات القادمة في الساعة 8 إن شاء الله على أرواح والدينا ووالديكم موتانا موتاكم وكافة موتى المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ المحترمة الفاتحة مع الصلوات.